فتنهد واخرج كل ما في حمساته وراح قايل هاتوا المغرب هاتوا. والله العظيم لقب اسود دوت مش من فراغ. منتخب المغرب النهارده قدر انه يرجع برستيج عرب افريقيا، عرب افريقيا اللي كلهم ودعوا البطوله، والمنتخب المغربي النهارده وحيدا قدر انه يوصل للنهائي على حساب المنتخب الاماراتي ب3-0 بالصلاه على النبي. طارق السكتيوي ده انا اقولها لك من القاهره بلسان سعد المجرد، انت معلم. ايه التبديلات دي اللي عملها في الشوط الثاني؟ نزل حمد الله، فحمد الله سجل هدف وصنع هدف، صنع هدف المهداوي تقريبا اللي نزله طارق السكتيوي في الشوط الثاني. المنتخب المغربي قدر يستغل سلاح العرضيات وقدر انه يسجل 3 اهداف قدام المنتخب الاماراتي، ولكن برضه كلمه حق، المنتخب الاماراتي راجع مرهق من المواجهه بتاعه منتخب الجزائر، لعب 120 دقيقه وريح يوم اقل عن المنتخب المغربي، بس في المقابل مش دوت المنتخب المغربي الاول ولا الثاني، ده المنتخب المغربي الثالث ومعدل اعماره اكبر من معدل اعمار المنتخب الاماراتي. ولكن النهارده المنتخب المغربي قدر انه ينهي المباراه بكل اريحيه. في الشوط الاولاني المنتخب المغربي كان الافضل، في الشوط الثاني اي نعم شفنا افضليه شويه في بدايه الشوط الثاني للمنتخب الاماراتي، ولكن في طارق السكتيوي يا عم كوزمان، في راجل قاري المباراه كويس، في راجل محضر للمباراه جيده، في راجل بيترجم ليه المنتخبات المغربيه متفوقة في كل الفئات العمرية. منتخب المغرب النهاردة قدر انه يوصل للنهائي رغم ان احنا مش بنشارك في البطولة دي كعرب افريقيا لا بالفريق الاول ولا بالفريق الثاني. عايز تتفرج على تكسير عظام؟ عندك يوم 21 ديسمبر بداية بطولة افريقيا، اتفرج على شكل المنتخب المغربي الحقيقي، نفس الكلام الجزائر وتونس ومصر والسودان وحتى جزر القمر. ولكن في حاجة لازم نقولها، المنتخب الاماراتي والمنتخبات بتاعت عرب اسيا لما بيخسروا ولا بيتكلموا ولا بيطلعوا يشتموا ولا بيعملوا فتنه، ناس واخد بالك بتتقبل الهزيمه بكل احترام وكل حاجه. موضوع التجنيس اللي الناس كانت بتسخر منه، الناس اتناولت الموضوع بكل هزار، ولكن ما حدش كان قصده انه يهاجم، لان عندك منتخبات اوروبيه بتجنس لعيبه عادي، عندك منتخب فرنسا ومنتخب اسبانيا ومنتخب المانيا فيهم لعيبه كتير مجنسين. اللعيبه اللي اتجنست مع المنتخب الاماراتي اتجنست بمحض ارادتها، لا هم مجبرين ولا اي حاجه، ولكن ما حسيناش ان هم النهارده بيلعبوا بكل روح. لو كان المدرب واخد بالك اللي اسمه كوزمان اعتمد على لعيبه اماراتيين اكتر كانوا ممكن النهارده يدوا في الملعب. اخيرا مبروك للمنتخب المغربي وهارد لك طبعا للمنتخب الاماراتي، والى النهائي يا اسود. يتحدى يا ويلو يا ويلو. بس خلاص خلصت. هيو يتحدى، هيو يتحدى، والله سمعته يتحدى، سمعته يتحدى، سمعتك تتحدى، سمعتك. سلام مبروك عليك. سلام سلام. هاتوا المغرب. لا كيحترمونا هاتولي كل المغرب، هاتولي ايوه كل المغرب. بمزح هاتوا الزوبير بس، الزوبير بس. لا ما تقدرش، مدربنا مغربي، ما تقدرش. قول هاتوا المغرب من هنا. اعلن تحدي، احنا فايزين. لا كذا بس التحدي 17 برو ماكس. شو 17 برو ماكس؟ خلاص انتوا فايزين. يا جماعة المنتخب المغربي عالمي، تأهلوا للنهائيات. اليوم في مباراة الأردن والسعودية، مين بتتوقعوا يتأهل؟ أنا بعتقد المغرب سوف تفوز بكأس العرب، سواء تأهلت السعودية أو الأردن. مستوى عالمي بالصراحة. اخوتي هادشي اللي كيدير سكيتيوي مع المنتخب المغربي ما كيدخلش للدماغ، هادشي اللي كيدير هاد السيد ما عمرو دارو شي مدرب. 3 ديال البطولات كيدخلهم كيدير شي حاجه، ما كيعرفش يجيب يديه خاويه للمغرب. مشى الاولمبياد جاب لنا البرونزيه، لعب كاس افريقيا للمحليين جاب لنا كاس افريقيا للمحليين، ودابا كنشوفوا في كاس العرب وصلنا النهائي. وصلنا النهائي بسكات، كيهضر ما كيقول حتى حاجه، كيعرف الخدمه والهضره الزوينه، الهضره الفنه، وما تشبعش من الهضره منه. وعرفتي تسمعوا شي تصريح ديالو وتجلس تربع تبقى تسنص، تبقى تتعلم. هو التصريح كيقولوا عادي وانت تتعلم منه، تعلم التربيه ديال الفواسه. مبروك المغرب الى نهائي كاس العرب، مبروك الف مبروك. 3-0 المنتخب المغربي مع الامارات. ولكن واخا هكاك كره هادي وكنبقاو خوا والشعب المغربي والشعب الاماراتي ديما خوا لن تفرقنا. كرة القدم ماتش واعر بزاف. الشوط الاول ماركا المنتخب المغربي وسال بتقدم المنتخب المغربي، ولكن مع الشوط الثاني صراحه بان
القوه ديال المنتخب الاماراتي والسيطره على الكره ومرتدات، وكان عندهم دفاع قوي، ولكن المنتخب المغربي حاول يمتص هذيك الهجمات ديالهم في الاول. وماركينا الثاني مع دخول الحمد لله صحح الخطا ديالو ديال ديك ضربه العقرب الخطيره. من بعدها ها هو بين لينا دار واحد لاسيست واعر، وفي اللحظات الاخيره الوقت البدل الضائع كيماركي هدف اللي قتل به المباراة، وتأهل المنتخب المغربي إلى نهائي كأس العرب. دابا غادي ننتظروا المنتخب السعودي والمنتخب الأردني. كنت قلت لكم هذا السيناريو هادو، وقلت لكم شنو غادي يوقع. الحمد لله داكشي اللي كان هو اللي شفناه دابا. المنتخب المغربي في الفينال، وبقات السعودية والأردن، وكنقول الأردن اللي غادي تديها الله أعلم. المهم غنتسناو النتائج. مبروك، ألف ألف مبروك، وحظ موفق للمنتخب الاماراتي والاخوه الاماراتيين والشعب الاماراتي في المنافسه اللي جايه ان شاء الله. تهلاو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. يا زلمة المنتخب المغربي يا معلم هذا منتخب كوكب نميك، منتخب السياجين، منتخب أبطال الديجيتال، منتخب الأبطال الخارقين يا ولد. بجميع السنين يا معلم كذابين، ولاد صغار كبار شيخوخة نساء يا معلم، يا سيدي العزيز يا معلم، شو اسمه فضائيين بكل انواع الكائنات الحيه يا رجل، قطاعات. شو هذا يا زلمه؟ يا زلمه شو هذا يا معلم؟ ترى ما حد عارف يا سيدي العزيز غير حمد الله في المنتخب اللي انا قاعد بشوفه، الباقي يا معلم من اولاد الحومه يا رجل، من الحاره جايبينهم. فالف مبروك. هي وصلوا نهائي يا اخوان باقل التكاليف، وصلوا نهائي كاس العرب. الف مبروك للمغرب، وهذا لك الشعب الاماراتي، والله يسترها معانا اليوم يا معلم قدام السعوديه. المغربي هاتوا اللي مسوي بعبع على باقي المنتخبات العربيه. انا النشمي بدي اياه، مع احترامي وحبي وعشقي للمغرب، بس هاي الكاس العربيه باذن الله لنا شام وما في مفر منها. كل المنتخبات العربيه شايف المنتخب المغربي بعبع في هاي البطوله، بس لا والله عند النشمي باذن الله حتوقف. في النهائي بلوسيل يوم 18 ديسمبر هو الموعد، وحكيناها وحنعيدها 1000 مره. كل العرب اخوان، بس باذن الله الكاس بعمان وهيها قربت. يعني حتى 3-0 تحبوا تفهونا نحن العرب. طلع لي في التلفزيون تقول لي 3-0 هذه اثر على نتيجه المباراه الحكم. يعني حكم اثر عليك في 3-0؟ يعني احنا العرب ما نفهموش كوره، الكلنا العرب الكلنا سبالوت بهايم الكل. عندك لاعب اسمه بيريز، لاعب اسمه خيمينيز، لاعب اسمه انفانتينو، لاعب اسمه مش عارف شنو، تلعب بيهم في كاس العرب وسكتنا، مجنس كل اللاعبين وسكتنا. تخسر 3-0 تطلع تقول لي الحكم اثر على نتيجه المباراه. لا تزعلوا، بس منتخب اخر يظلم من المنتخب المغربي. انا برايي المنتخب المغربي ما لازم يشارك في بطوله كاس العرب اصلا. المغربيين بشكل عام جدا طيبين وحنينين، هم شافوا انه في فارق مرعب بينهم وبين اي منتخب عربي اخر، شافوا انهم حاليا يصنفوا كمنتخب اوروبي بل منتخب عالمي قادر ينافس على اي بطوله بالعالم، فقالوا يلا بنجيب الفريق الثالث او الرابع، لاعبين حرفيا يمكن ولا واحد منهم بالفريق الاساسي، كلهم لاعبين محليين، وبالاخير وصلوا النهائي. لما بحكي انه المغرب ظلم الامارات فهو فعلا ظلمهم مثل ما ظلم باقي المنتخبات اللي لعب معهم في بطوله كاس العرب. فالمغرب في بطوله كاس العرب لعب 5 مباريات طلع ب4 كلين شيت، يعني المنتخبات مو قادره تسجل حتى هدف على المغرب حتى اصلا تفوز عليهم. ولو بنلاحظ هذا المنتخب للمغرب في بطوله كاس العرب مش منتخب بيكتسح الخصم وبيتفوق بالطول وبالعرض، لانه العناصر متواضعه الى جيده، ولكن وراء هذول العناصر مدرب عبقري بيعرف يسير ويدير المباريات بطريقه ممتازه، بيعرف كيف يفوز قبل ما يقدم اداء. هذا النوع من البطولات المباريات فيها تكسب ولا تلعب. لما رحت قطر وقابلت الجمهور المغربي اكتشفت انهم شعب جدا مغرور كرويا ويحق لهم بصراحه. تحدياتهم جدا باردة، بيحكوا لك جملة بسيطة احنا راح نفوز عليك وبس. هم عندهم ثقة جدا كبيرة بهذا المنتخب، سواء كان صغار، شباب، اساسي، فريق ثالث، فريق رابع، وفعلا المغرب بالفريق الثالث او الرابع حاليا في نهائي كأس العرب.